السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ابو يوسف سبورت في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نتكلم على حلقة النهاردة، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوه كل جديد. التاسعة بتوقيت الأهلي، التاسعة بتوقيت الأهلي. جنون 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 كرة القدم. أنا سامع لرمضان صبحي يمضي للزمالك. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ان فعلا رمضان صبحي مضى للزمالك، بس هو في سبب ان يخلي رمضان صبحي يمضي للزمالك. وهو عرفت السبب؟ لا والله حاليا ما عرفتش السبب. السبب اللي خلى رمضان صبحي ان هو يمضي للزمالك لانه هو كان على اخر امل او اخر لحظه كان حاطط امل ان هو يرجع للاهلي، فناس نصحوه ان هو يطلب ان هو يتقابل مع محمود الخطيب، مع كابتن محمود الخطيب، يقعد معاه ويشوف ويعتذر له عشان يرجع النادي الاهلي. فطبعا طلب الكلام ده مره واثنين وثلاثه، طلب مقابله محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب رفض ان هو يجرب، فعلى طول راح رايح عشان يمضي للزمالك وادى شروط. كان من ضمن الشروط، اول شرط مع من رمضان لنادي الزمالك ان هو يساوي عقده بعد احمد سيد زيزو. ودخل يعني عايز يبوظ الدنيا. ده من ضمن الشروط بتاعه رمضان صبحي. وان الشرط الثاني ان هو يتفاوض مع بيراميدز، يعني هيشتروه من بيراميدز، مش هيستنوا مثلا ان الموسم مثلا ينتهي، لا، يتفاوضوا مع بيراميدز، يشتروه من بيراميدز وبعد كده يساووا العقد بتاع رمضان صبحي باحمد سيد زيزو. فكان رد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ان هو طبعا لا، من رابع المستحيلات ان عقد رمضان صبحي هيبقى من عقد احمد سيد زيزو، بس احنا ممكن نحط قيمه ماديه تبقى مثلا تقريبيا من عقد زيزو، او يعني ايه، قريبه من المبلغ اللي زيزو جابه. لسه رد رمضان ما ردش بقى على موضوع العقد بتاعه، بس هو يعني بنسبة 100% رمضان صبحي لازم يساوي القيمة المادية اللي بياخدها زيزو باللي هياخدها رمضان. معلش يعني فعلا هو واحد زي رمضان مش هيسيب نادي الطموح، اللي كان فيه طموح حلو، ويروح لنادي الزمالك مع احترام لنادي الزمالك وياخد راتب اقل. ولا انت شايف ايه؟ انا شايف كده برضه، بس يعني هو حاليا في الوقت الحالي مش مقارنة بين رمضان وزيزو. زيزو بيعمل فارق مع الفريق، رمضان تمام ما بيعملش فارق. يعني بوجود رمضان غير رمضان الفريق اللي هو فيه هو فيه. تمام يعني زيزو لوحده بيعمل فارق في فريق الزمالك. اما انت لما تجيب رمضان تقول له انت ايه ومش ايه، انت ما بتعملش فارق. انا بعمل فارق، انا طيب. بلعب في المنتخب، ما تلعبش في المنتخب، فانا عامل فارق. في الاول زيزو ما كانش حد شايف زيزو. تمام. دلوقتي زيزو بقى فين ورمضان فين؟ طب انت تعرف ان الزوق اهلاوي؟ في الاصل وعيلته كلها اهلاويه. طيب، بالنسبة ان رمضان لو تم الاتفاق وراح الزمالك، هيفرق مع الزمالك، هيدي تغيير في النادي، هيظهر مع الزمالك. هو هيظهر مع الزمالك، لسبب، وذاك صدر من الاهلي. انت بقى خلاص، انت جيت نادي منافس للنادي الاهلي، تمام. انت كنت عايز تروح الاهلي والاهلي رفض. انت هتحاول تطلع كل ما عندك عشان تندمهم عليك. طب بس حلو. مهما كان الاهلي عمره ما هيندم على الاهلي، كلام سليم. عمره ما وقف على الاهلي. طيب. احنا ياما مشينا حسام حسن في عزه عشان حركه غير اخلاقيه وفي جمهور نادي الزمالك. هيجيبك انت وانت اللي ماشي. طيب، سؤال تاني، يعني معنى كلامك ان رمضان صبحي لما راح بيراميدز ما اداش كل اللي عنده البيراميدز، ما اداش كل بالاخص اقتصاد الاهلي، صح؟ طيب، هو يعني من وجهة نظري انه لما راح بيراميدز كان رايح عشان خاطر الفلوس. مصر كلها عارفه الكلام، بس معروف كان انتمائه ايه. بس هو كان رايح الاهلي، قعد يطلب منه ان هو يدنه، رفض، وراح يعني شبه مكايده في الاهلي، راح بيراميدز. تمام.
فهي من وجهة نظري ان هو لما راح بيراميدز في الوقت الحالي كان المفروض ان رمضان بيموت نفسه عشان خاطر يعمل اي حاجة قصاد الاهلي. في الوقت بقى اللي احنا فيه حاليا اللي هي الامور اختلفت، رمضان حس بندم وعنده استعداد يتنازل عن مبالغ مالية كبيرة عشان يرجع للاهلي. فانا من وجهة نظري ان هو مروحه للزمالك رقم واحد هيقلل من شعبية رمضان الشوية اللي كانوا فاضلين، يعني الشوية اللي كانوا فاضلين عند جماهير الاهلي هيتعدموا بالنسبة لرمضان بمروحه للزمالك. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما توقعش ان رمضان هيبقى رايح مثلا مكايدة في الاهلي او هيروح يموت نفسه قدام الاهلي عشان يعاند صوت الاهلي، لا، لانه هو حس بندم فبالتالي مش هيزود الندم. ده وجهة نظري. هو مش هيزود الندم، هو هيرفع اكتر ما عنده عشان يقول لهم ان انا لسه موجود. تمام، او عشان يروح المنتخب. يعني ممكن عشان برضه يروح المنتخب. ممكن يبقى ليه وجهة نظر عشان- تانية ان هو رايح الزمالك نادي شعبي، نادي جماهيري، عشان نادي يظهر. نادي كبير من اكبر ناديين في مصر. هم فعلا مش من هم اكبر ناديين في مصر بالفعل، وافريقيا. الاهلي والزمالك وافريقيا طبعا. هم الاثنين افضل اثنين في افريقيا. مفيش حد في أفريقيا. يعني هو رايح، ممكن رايح عشان خاطر يظهر المنتخب. برضه نادي ليه جماهير وليه شعبيه وفي اي ماتش هيلاقي ليه جماهير وهيلاقي فيه هتافات والكلام ده كله، فده هيحفزه ان هو يظهر اكتر او بصوره احسن عشان خاطر يروح المنتخب. ولا شيء متوقع. طيب سامعين ان الزمالك بيفاوض اليو بادجي، ايه رايك؟ والله هو الصفقه دي الاهلي خسرها. مين المدير الفني في الاهلي ساعه ما جبنا اليو بادجي؟ موسيماني. موسيماني ولا حد غيره؟ لا موسيماني. كان موسيماني، جابوا ما لعبوش. كانش بينزل الا فين وفين كده. تمام. مين اللي جاب طاهر؟ محمد طاهر. موسيماني برضه. اذا في عند موسيماني لا مش عند موسيماني، احنا هنتكلم بقى على اي مدير فني. هي برضو انا اتكلمت فيها كتير. من وجهة نظري اي مدير فني هيطلب لاعب، اللاعب ده هيجي لو مش هيظهر او مش هيأدي او مش هيعمل الدور المطلوب منه في النادي وبعد كده يمشوه. ومن وجهة نظري انه لازم يكون في بند مع اي مدير فني عندما بيجيبوا المدير الفني يمسك النادي ده، لازم يكون في بند ان اللاعب اللي انت هتختاره في حاله ان هو ما يلعبش او ما يأديش بالشكل المطلوب انت اللي هتشيل تكلفته. ايه رايك في الفكره دي؟ هي فكره حلوه وده هتخلي المدير الفني ان هو يدقق في هيركز اختياراته. بالظبط. هيدقق اعلى ما يمكن في اختياراته لاختيار اللاعب اللي هيجيبه. صح كده، مش ان هو ايه انا بسد خانه ثغره وخلاص اجيب. صح كده، لان عندك موسيماني جاب اليو بادجي واليو بادجي ما لعبش وطلع كسر الدنيا بره. تمام. وكان طالب سيرينو، وسيرينو طبعا كان كبير في السن واعترضوا ان ازاي ندفع المبالغ دي واحد في سن واحد عنده 35 سنه، يعني نفس اللي حصل مع انطوني موديست والاهلي ما رضوش يجيبوه له. فدي مشكله. وجاب طاهر ومتمسك بطاهر، وللاسف انا شايف ان طاهر اساسا يعني هو خلف كل الموازين. المفروض كان طاهر اللي مشي واليو بادجي اللي كان يفضل. صح يا يوسف؟ صح. ولا انت عندك تحفظ على بادجي ولا؟ هو اليو بادجي كان حلو وما زال دلوقتي حلو. كده رايح الزمالك جايب اليو بادجي، بيفاوض اليو بادجي. وعلى فكره اليو بادجي ادى موافقه كده مبدئيه، يعني هو وافق ان هو يروح الزمالك. اليو بادجي حسين لبيب جايب اليو بادجي وجايب رمضان صبحي وجايب عبد الله السعيد وجايب ناصر ماهر. هو المجموعه لا المجموعه اللي جابهم حسين لبيب ده كان جايبهم عشان خاطر ايه؟ يرد القلم اللي الاهلي اداهوله في امام عاشور. هو دي كده راجل ما يعني مفيش فيه احنا لما ناخد منك لاعب غير ما تاخد منا لاعب احنا بايعينه وانت خدته، طب ايه هيفرق معانا في ايه؟ ما هو احنا برضو خدنا امام وهما بايعينه. لا كان لسه. لا كان متباع، كان في الدوري، كان طلع بره وجبناه من بره وما رضيش يلعب وجه
من الدوري تقريبا كان محترف في بلجيكا ولا فين؟ بلجيكا. جاي من الدوري البلجيكي، قعد انه قاعد هنا بحجه الاصابه وما رضيش يروح النادي، والنادي قعد يخاطبه مره واثنين، وفي الاخر الاهلي اشتراه منه. كان اتباع، ما جبناهوش من نادي الزمالك. تمام، بس في فرق من بيع وبيع. اهم فرق ان انا اكون طالع من النادي دي بقالي لا شهر هي لا هي انت عارف الفرق فين؟ ان هو طالع من النادي بحجه الاحتراف في الدوري البلجيكي، وهو في النيه من هو في قلب الزمالك ان هو رايح الاهلي. كان الاهلي بيفاوضه وهو داخل النادي الاهلي. هو ده الاختلاف، ان الاهلي بيفاوض اللاعب بتاع الزمالك وهو داخل الزمالك، داخل نادي الزمالك، فبيطلع بداعي الاحتراف والاهلي يجيبه. وده قانوني. اللاعب احنا مش بنضربه على ايديه، ان احنا عايزينك معانا في الاهلي، خلاص تمام، جاي الاحتراف هطلع، هصمم عليه ان انا اطلع، وبعد ما بتطلع بتيجي على الاهلي. لان احنا مش هنجيب اللاعب غصب عنه، مش هنديله حاجه اصفره. انما حسين لبيب جايب لعيبه الاهلي راميها، واللعيبه ندمانه ان هي سابت الاهلي. معانا فيديو لكابتن مجدي عبد الغني، احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ان مجدي عبد الغني من ناحيه الميراث بينه وبين اخواته هو ظالمهم وجاي عليهم. فاحنا معانا فيديو ياكد كلامنا، هنشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. خلينا بقى نسيب ده ونروح للحياه الشخصيه بقى شويه، ونبدا الضرب تحت الحزام كده. واقول لك ضربت اختك بالقلم وعملت لها محضر في الشرطه. ما حصلش. انذار. والله ما حصل. اللي انا عايز اقوله ان هو درجه السفاله ان هو ده مش طبيعي. اولا مش والله ما طبيعي. وبالجد وضربات القلم. ليه مش طبيعي؟ هو مش طبيعي. يعني انا عارف ان كنت مش مؤمن، يعني ممكن الاول تقولوا ايه ده؟ لا هو كده والله العظيم كذاب. وبعدين يقوم يبلغ عنها في النيابه على ان اي كلام، راح تعمل له حزب وتعمل له في الانتخابات ومش عارف ايه. بالنسبه للانتخابات يعني، طب انت راجل اخترت دايره غلط، طب نعمل لك ايه؟ زي حياتك ما انت مختارها غلط. يعني الحاجه الوحيده اللي لفت معاك هي الكوره، انما هي كان ممكن تبقى غلط وكل الامور خلاص كنا خلصنا من موال الصداع اللي دخل في المنوي. كذاب. اخوك ولا مش اخوك؟ كذاب والله، بس هو مش طبيعي شويه، يعني ربنا يشفيه. اخويا يعني طبعا. ايه مش طبيعي؟ يعني ربنا يشفيه، ربنا يعني يشفي إيه؟ كل مريض. يا رب يشفينا كلنا. طيب بس هو مش مريض. والله اكشفي عليه تعرفي. طب اكشفي عليه، لو كشفتي عليه هتعرفي ان انا اللي بقوله صح. والله. طب وانت ليه ما احتويتوش وعالجته؟ ما طلبش العلاج، هو متخيل انه سليم يعني. ما طلبش. هو في مريض بيطلب العلاج؟ طب في مريض نفسي او انا اصغر واحد في اخواتي، انا عالج الاكبر مني، انا اصغر واحد. طب ما انت في كبار. طب ما انت سبق وعايرته انك صرفت عليه وساعدته ودفعت له مهر جوازه وجبت له عربيه. ما عايرتوش، ده اللي حصل، دي حقيقه. طب دي معايره. وفي حد لما يعمل حاجه زي دي ما هو في حد يطلع يعمل كده؟ في حد يطلع يعمل كده؟ انت بذمتك ودينك في حد يطلع يعمل كده؟ ما هو من ايه؟ لا من ايه دي، ما انا بقول لك ربنا يشفيه. واختك ربنا يشفيها برضو؟ لا اختي ماليش دعوه بيها اصلا، ما عملتلهاش حاجه. انا بقى تفتكري انا ممكن يعني هو طبعا انه يطلع يقول كده. طب انت عملت فيه ايه عشان أنا يطلع يقول كده؟ هقول لك حاجه بس عشان ايه. الصعايده بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان لما تتكلمي على حد قريب منك كانك بتتف في عبك. الموضوع طايلك، ما هو الموضوع طايلك، انت واخده بالك؟ فاللي بيعمله دوت مش حد طبيعي، مش ممكن يكون طبيعي. مش يكون واحد عايز يطلع يشوه، وبعدين الحمد لله بفضل الله يعني انا. هو مش طبيعي اللي بيحصل، مش هو اللي مش طبيعي، هو اللي بيحصل هو اللي مش طبيعي. لا ما هو اللي بيحصل مش طبيعي لان اللي بيعمله مش طبيعي. ما هو ده وضع يعني انا النهارده لما اقوم ادور الضرب في الناس اللي قاعده دي يبقى انا طبيعي؟ ما هو اللي بيحصل يبقى مش طبيعي وانا مش طبيعي. هو مريض ومش طبيعي. أيوة. انت بتتهم اختك انها حاولت تستولى على شقه اختكم الاكبر المتوفيه، وهي اتهمتك في محضر رسمي انك سحبت كل فلوس الاخت المتوفيه من البنك بتوكيل هي كانت عاملاه قبل وفاتها. ده 7000 جنيه. سحبته ولا ما سحبتش؟ وبعدين لو هو مريض ولو هو مش طبيعي، هي الاخت كمان مريضه ما انت مش عايزه الاجابه.
هو انت طالعه تهاجمي وخلاص؟ لا الاجابه طبعا. خدي لا عايز الإجابة. اعرف. خدي تقولي الاجابه. هو مريض لا وهي خدي مريضة؟ الاجابه. هو طبعا ده كلام المفروض كلهم مرضى يعني. والله للاسف الشديد انا شخصيا يعني تقريبا ما تربيتش معاهم، لان انا بدات العب كوره وانا عندي 16 عشان كده سنه. طلعت عاقل؟ لا ما انا هقول لك بدات العب كوره وانا عندي 16 سنه، فبدات ابقى في معسكرات وابعد يعني ما عشتش. طب ايه القصه دي؟ ما هو القصه دي عباره عن ايه بقى؟ اختي توفت، وهي على فكره يعني اسمها زي اسمك يعني، اتوفت بسبب السرطان. اخدتها ورحت عالجتها في فرنسا، محدش ساهم في علاجها بجنيه. كنت انا ووالدتي الله يرحمها، وهي عشان انت المقتدر الوحيد اللي فيهم مثلا؟ لا هم كلهم مقتدرين. هو انا ابويا مورثني لوحدي ولا ايه؟ هو انا ابويا ورثني لوحدي؟ ورثنا كلنا، وباعوا اراضي وخدوا شقق بمناسبة الأراضي، إيه بقى؟ الأرض اللي مختلفين عليها واللي اتحبس فيها الموظف ولا له دعوة في اختلاف، في رشوة علشان يخلصها لك بعيد عن الورثة خالص. طب فين هو؟ أنا ما رحتش، ولا النيابة بعتت لي، ولا أنا داخل في الموضوع، ولا إيه دعوة خالص. بس بعتوا لأخوك. أخويا بلغ على واحد خرب بيته عيني، خرب بيت الراجل يعني ايه خرب بيته يا عيني؟ وهي النيابه هتحاسب الواحد ده لو هو فعلا ما فيش؟ هو النهارده ما انا ما اعرفش الموضوع اصلا، مش بتاعي، بينهم وبين بعض. انت زعلان انه بلغ عنه؟ لا والله خالص، لا انا زعلان على ان الراجل اتخرب بيته بس ده مرتشي. هو بقى مرتشي في وجهه نظر ما في ناس كتير بترتشي وبتاخد ملايين. طالما النيابه خربت بيته، طب ما انا عايز افهمك حاجه بس، انه مرتشي. لا انا ما اعرفش، انا هو مرتشي مش مرتشي مش قصة. ما انت بتقولي اهو اتخرب بيته وزعلان ما هو عليه. ايوه، والنهارده لما يتحبس مش يتخرب بيته؟ مش عنده اولاد يعني؟ انت ما يصعبش عليكي حد ارتكب جريمه مثلا هيتعدم فيها؟ ما يصعبش عليكي؟ ولا انت قلبك زي الحديد؟ يعني انت كنت عايز اخوك يدفع له؟ انا ما اعرفش بيته. انا ما اعرفش هو بيكلمه في ايه اصلا، وانا عارف هو بيكلمه في ايه وعايز منه ايه، مش قصتي، مش موضوعي اصلا. هو بقى يكلمه وعايز ياخد منه ايه؟ هو عايز ياخد منه حاجه غلط؟ هو اخويا بيكلمه عايز ياخد منه حاجه غلط، فهو التاني وطلب منه فلوس عشان يديله حاجه غلط؟ ما انا ما اعرفش. ما هو النهارده انت النهارده بتطلبي، يا اما بتطلبي حاجه صح وواحد بيطلب منك فلوس عشان يديكي الصح، يا اما بتطلبي حاجه غلط. هو لو بيطلب حاجه صح مش هيدفع رشوه. هو انا لو بطلب حاجه يبقى صح هو هدفع رشوه ليه؟ يبقى انت بتحاكميني انا ولا بتحاكميه هو، ولا انت بتلومي على مين؟ لا، في قصه غريبه وفي كلام غريب، ما هو وفي مشاكل غريبه، وفي محاضر شرطه، وفي بالمنطق يا بنتي، بالمنطق. انت النهارده بتطلبي واحد وتتفقي معاه تدي له رشوه. خلينا نتكلم على جنرال عام يعني، ما بنتكلمش في كيس معينه. النهارده انت بتطلبي واحد بتدي له رشوه، يبقى انت عايزه منه حاجه صح. لو عايزه منه حاجه صح، لو عايزه منه حاجه صح هتروحي بصوت عالي وتقابلي المسؤولين وغصب عنهم يدوكي حقك، مش كده ولا غلط؟ المفروض. انما النهارده لما انت يعني حد داخل يجيب حاجه غلط، حدين اتفقوا مع بعض يعملوا حاجه غلط، انا مالي انا؟ انت بتحطيني بتحشريني في الموضوع ليه؟ انا عمري نطلعك من الموضوع ده ونشوف موضوع يخصك انت. يلا. ايه رايك في الكلام اللي قاله مجدي عبد الغني؟ والله هو واحد يعني ما يستاهلش انه يكون عنده اخ او اخت او اي حد من العيله ان هو يطلع يقول على اخوه ان هو مسؤول او كلام من ده. يقول لك ده مريض وعايز يتعالج واكشف عليه وانت تعرفي. طب ده كلام يعني؟ ده كلام يا كابتن مجدي عبد الغني؟ وبعدين معلش انت قلت كلمتين انا مش فاهم اي حاجه. يعني الصعيد بيقولوا ان انت لما تتكلم على حد قريبك التفه هتيجي في عبك. طب ما انت بتتكلم على اخوك مش حد قريب، ده اخوك وقلت عليه ربنا يشفيه، ورحت عامل بايدك كده ربنا يشفيه. ربنا يشفيه ازاي؟ ربنا يشفيه. واختك لا ما حصلش. واختك التانية الكبيرة اللي انت اتهمتها ان هي عايزة تاخد الشقة بتاعت اختك الكبيرة، وهي اساسا رفعت عليك، عملت فيك محضر ان انت سحبت فلوس بالتوكيل اللي كانت عاملاه لك.
من الاخر هي كلمه واحده انا عايز اوصلها لك، عايز اوصلها للكابتن مجدي عبد الغني. بصراحه انت ما تشرفناش اساسا ان انت تكون رمز من رموز الاهلي، بامانه والله ما نتشرف بيك ان انت تكون رمز من رموز الاهلي، وعمرنا في حياتنا كمان ما هنخليك تمسك منصب في الاهلي، سواء من الاداره او لو وصلت وحكمت للجماهير هي اللي هتمنعك ان تخش الاهلي. عشان كده الاهلي ما بيجيبش غير الناس النظيفه، الاهلي ما فيش حد بيمسك اي منصب في الاهلي غير الناس النظيفه، الناس المحترمه يا مجدي عبد الغني. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول حاجه نتكلم عنها ايه؟ لا انا بتكلم جد. تخلي وجهي في الاخر. عايز ايه؟ اقول لك هم مثلا يعني بيقولوا رمضان صبحي يروح الزمالك. بيقولوا ماشي يلا عبد الله. بقى تاني كده؟ يلا كده انت بس كده. طيب تاني قول. ايوه ما انا ساكت اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا بيوسف سبورت في كل مكان، مرحب بكم. يا انت انا كده خلاص. قول لي بقى كده خلاص. طيب هنبدا تاني من الاول كده. يلا يا عم يوسف. اقول انا سامع رمضان صبحي مدى الزمان. لا ما هو الصوت يعني شويه. انت بتتكلمش واحد صاحبك. ده ساعتين عشان نصور. ماشي خلاص. يا اشلي انا سامع رمضان صبحي مدى الزمان. مين دي؟ مين العكسي؟ انا قلت مدى الزمان. انت قلت ميدي. ميدي؟ لا والله يا عبد الله. طيب تاني من الاول. ميدي السؤال تاني.